بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 5، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة أسئلة المتميز الأستاذ محمود سعيد، جزاهم الله كل خير وجعل كل تعبهم في ميزان حسناتهم إن شاء الله. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وأول سؤال بيقول لي choose the correct answer. Number 1, using the internet by companies to help others and addressing environmental causes is known as نقط. قال لي استخدام الشركات للإنترنت لمساعدة الآخرين ومعالجة القضايا البيئية هو عبارة عن إيه؟ بتكلم عن إيه؟ قال لي بتكلم عن حاجة اسمها المسؤولية الاجتماعية للشركات اللي هي CSR، يعني Corporate Social Responsibility. Number 2, protection from piracy on the internet is considered from نقط. قال لي الحماية من القرصنة على الانترنت تعتبر من الايه؟ تعتبر من الرايتس، الحقوق. Number 3, نقط program is used to create website. ايه البرنامج اللي بستخدمه عشان اعمل منه مواقع الويب؟ طبعا الووردبريس. Number 4, نقط is considered from reliable online websites. قال بيعتبر من مواقع الويب الريليبل الموثوقة عبر الانترنت. طبعا انا هنا بتكلم على EKB Egyptian Knowledge Bank، بنك المعرفة المصري. Number 5, to start a new collection on Microsoft Edge web browser you can press نقط. قال لي عشان أبدأ مجموعة في مايكروسوفت ايدج ويب براوزر، يعني في متصفح الويب مايكروسوفت، بضغط على ايه؟ الإجابة في السؤال بضغط على start new collection، بدء مجموعة جديدة. Number 6, نقط is considered from the non-commercial websites. بيعتبر من المواقع الويب الغير تجارية، اللي non، يبقى هنا بتكلم على ال EKB بنك المعرفة المصري Egyptian Knowledge Bank. Number 7, from the examples of specialized search engines. قال لي من أمثلة محركات البحث المتخصصة، طبعا هقول له بينج، ولو قال لي جوجل هتبقى صح برضو. Number 8, from synchronous communication tools نقط. قال لي من أدوات التواصل المتزامن، طبعا هقول له instant chat rooms غرف الدردشة الفورية. Number 9, to solve the problem of the screen freezing click نقط. قال لي علشان أحل مشكلة تجميد الشاشة أو الشاشة مش عايزة تستجيب بضغط على كنترول وآلت وديليت. فين كنترول؟ اختصارها CRTL، وآلت وديليت اختصارها DEL. Number 10, computers understand data through نقط electrical signal. قال لي ان الكمبيوتر بيفهم البيانات من خلال ايه؟ اشارات الكهربائيه. طبعا بيتكلم على نظام العد الثنائي binary 0 and 1، و0 معناها off و1 معناها on. Number 11, to edit a document on a word file you must نقط document. قال لي علشان احرر مستند في ملف الوورد، برنامج الوورد، بضغط على ايه؟ طبعا بضغط على كلمة select تحديد المستند. نشوف مع بعض. Number 12, نقط helps you to send your work to your teacher and colleges. قال لي ايه اللي بيساعدني ان انا ابعت العمل بتاعي للمدرس وزملائي within is a group اللي معايا في المجموعة. طبعا انا بتكلم طالما قال لي send ارسال، هرسل اي حاجة هرسلها عبر ايه؟ عبر الايميل، البريد الالكتروني. ونشوف مع بعض. Number 13, use نقط search engine on search. بستخدم ايه من محركات البحث في البحث؟ طبعا طالما قال لي search engine يبقى بتكلم على جوجل او بتكلم على بينج، وهنا الاختيار كان جوجل.
Number 14 نقط program is used to make a film from a selection of still images. قال لي هو برنامج بستخدمه علشان اعمل فيلم من مجموعة من الصور الثابتة. يبقى انا بتكلم على موفي ميكر، صانع الافلام. Number 15 نقط is a chart that shows a specific content sequence in the form of a chart. قال لي هو مخطط بيعرض تسلسل محتوى محدد في شكل مخطط. يبقى أنا هنا على طول بتكلم على ستوري بورد، لوحة العمل. ونشوف مع بعض نمبر 16 نقط is the hypertext markup language. اللي بيعتبر لغة ترميز النص التشعبي. يبقى أنا بتكلم على HTML. A دي هايبر H، text T، markup M، language L. ونشوف مع بعض أسئلة true or false. Number 1 protection from piracy on the internet is from digital citizenship rights. قال لي الحماية من القرصنة عبر الإنترنت من حقوق المواطنة الرقمية. طبعا هقول له true. Number 2 the internet is used to improve health care provided to citizens. قال لي الإنترنت بستخدمه علشان أحسن الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. طبعا هقول له true. Number 3 respecting others' privacy is from the digital citizenship responsibilities. قال لي احترام خصوصية الآخرين بتعتبر من المسؤوليات مسؤوليات المواطنة الرقمية. طبعا بقول له true. Number 4 the internet contributes to social activities that help in some social issues. قال لي بيساهم الانترنت في الأنشطة الاجتماعية اللي بتساعد في بعض القضايا الاجتماعية. طبعا هقول له true. Number 5 exhibit positive behavior in interactions with others on the internet is considered from the digital citizenship responsibilities. قال لي بيعتبر إظهار السلوك الإيجابي في التفاعلات مع الآخرين على الإنترنت من مسؤوليات المواطنة الرقمية. برضو true. Number 6 it's important to make sure of the source of information you get about different topics. قال لي من المهم ان انا اتاكد من مصدر المعلومات اللي انا حصلت عليها حول مختلف المواضيع. يعني اي موضوع انا بعمل عليه سيرش لازم اتاكد من الانفورميشن اللي انا لقيتها. طبعا هقول له true. Number 7 the website of Alexandria Digital Library is considered from the reliable online websites. قال لي موقع الويب بتاع مكتبة اسكندرية الرقمية يعتبر من المواقع الموثوقة عبر الانترنت. طبعا هقول له true. Number 8 the Egyptian Knowledge Bank provides many free various educational materials. قال لي بنك المعرفة المصري بيوفر لي العديد من المواقع الإلكترونية المجانية. طبعا هقول له true. Number 9 the Egyptian Knowledge Bank is considered from the reliable online websites. قال لي بنك المعرفة المصري بيعتبر من مواقع الويب عبر الانترنت الموثوقة. طبعا هقول له true. Number 10 the Egyptian Knowledge Bank website provides the ability to download files to your device. قال لي بنك المعرفة المصري بيوفر لي إمكانية تحميل الملفات على الجهاز بتاعي. طبعا هقول له true. Number 11 the website of Alexandria Digital Library and Egyptian Knowledge Bank are considered from the reliable online website. قال لي موقع مكتبة اسكندرية الرقمية وبنك المعرفة المصري يعتبروا من المواقع الإلكترونية الموثوقة. طبعا هقول له true. شوف مع بعض Number 12 the Egyptian Knowledge Bank provides free use of content for Egyptians and foreigners. قال لي
بيوفر بنك المعرفة المصري استخدام مجاني للمحتوى بتاعه للإيجيبشنز المصريين وكمان الأجانب. طبعا هنا هقول له إيه؟ فولس، للإيجيبشنز only. Number 13, the purpose of commercial websites is to sell products or provide services. قال لي الغرض من المواقع التجارية هو بيع المنتجات أو تقديم الخدمات. طبعا true. Number 14, Microsoft Edge enables you to create databases. قال لي ممكن لمايكروسوفت ايدج المتصفح ان هو يعمل لي قواعد بيانات. طبعا false. بستخدم مايكروسوفت ايدج هو طبعا كبراوزر، بستخدمه للبراوز تصفح، للسيرش البحث. Number 15, Amazon is an example of commercial website. هل يعتبر أمازون من أمثلة المواقع التجارية؟ True. Number 16, Microsoft Edge collection enables you to add images, text and links. قال لي مايكروسوفت ايدج كوليكشن، مجموعة مايكروسوفت ايدج بتسمح لي ان انا اضيف صور ونص وكمان روابط. طبعا true. Number 17, the Egyptian Knowledge Bank is considered a non-commercial website. قال لي بنك المعرفة المصري بيعتبر من مواقع الويب الغير تجارية. طبعا true. Number 18, Microsoft Edge is the web browser that comes with Microsoft Windows. قال لي عندي متصفح البراوزر اللي اسمه مايكروسوفت ايدج، هو يعتبر ويب براوزر، متصفح ويب بيجي مع مايكروسوفت ويندوز، نظام التشغيل ويندوز. طبعا true. Number 19, asynchronous communication requires communication and immediate response between people. سؤال، ونخلي بالنا نعرف الفرق ما بين asynchronous communication التواصل الغير متزامن وsynchronous communication التواصل المتزامن. طب هنا السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاتصال الغير متزامن بيتطلب التواصل والاستجابة الفورية بين الاشخاص. هنا طبعا هقول له false. هنا انا بتكلم على مين؟ على synchronous مش asynchronous. Number 20, digital libraries provide searching for various media such as images and videos and downloading it. قال لي بتوفر لي المكتبات الرقمية البحث عن وسائط مختلفة زي الصور ومقاطع الفيديو وتنزيلها. طبعا true. ونشوف number 21, Google Digital Maps enable you to locate clear and accurate directions for places. قال لي خرائط جوجل الرقمية بتسمح لي ان انا الاقي الاتجاهات الواضحة والدقيقة للأماكن اللي أنا محتاجها. طبعا true. Number 22, instant chat rooms غرف الدردشة الفورية are asynchronous communication tools. قال لي من أدوات الاتصال الغير متزامن. طبعا هقول له false. ليه؟ لأن دي بقول عليها synchronous مش asynchronous، يبقى دي طبعا false. Number 23, electronic museums allow users to view the museum on digital devices. قال لي انا عندي المتاحف الالكترونيه بتسمح للمستخدمين ان هم يشوفوا المتحف على الاجهزه الرقميه. طبعا true. Number 24, electronic mail is considered from synchronous communication tool which require an instant response. هنا بقى هنقف وقفه صغيره. ايه يا ميس الكترونيك ميل ده؟ لو احنا خدنا بالنا ان كلمه ايميل يعني البريد الالكتروني هي اختصار، الاي دي اختصار لكلمه الكترونيك، فممكن اقول الكترونيك ميل عادي وهي الايميل. طيب يبقى هنا نعرف عشان محدش يتلخبط، الكترونيك ميل هي الايه؟ الايميل البريد الالكتروني. طب نشوف سؤالنا بقى. قال لي ان الايميل بيعتبر من التواصل المتزامن، من ادوات التواصل المتزامن اللي بتتطلب استجابه فوريه. طبعا هقول له فولس. انا هنا بتكلم على
asynchronous مش synchronous. Number 25 the internet enables you to download programs and applications from official application stores. قال لي ان الانترنت بيسمح لي ان انا احمل البرامج والتطبيقات من متاجر التطبيقات الرسمية. طبعا هقول له true، واشهر تطبيق هو جوجل بلاي ستور. Number 26 computers use binary system to store data. قال لي أجهزة الكمبيوتر بتستخدم نظام العد الثنائي علشان تحفظ البيانات أو تخزن البيانات. طبعا true. Number 27 when you download a file for a specific program this file appears to you in the download folder. قال لي لما أجي أحمل فايل لبرنامج معين الفايل ده بيظهر لي في مجلد الداونلود التحميل. طبعا هقول له true. Number 28 computers don't understood numbers in binary system. قال لي ان اجهزة الكمبيوتر مش بتفهم، قال لي not اهو نظام العد الثنائي. طبعا false. Number 29 the software on the computer must be constantly updated to work efficiently. قال لي البرامج اللي على أجهزة الكمبيوتر لازم تتحدث باستمرار علشان تعمل بكفاءة. طبعا هقول له true. Number 30 the binary system uses 0 1 to express numbers on computers. قال لي نظام العد الثنائي اللي هو 0 و1 بيعبر عن الأرقام على أجهزة الكمبيوتر. طبعا true. Number 31 paint program is used when working on various projects. قال لي بستخدم برنامج الرسام عند العمل على مشاريع مختلفة. طبعا true. حد هيقول لي يا ميس ازاي بستخدم البينت بروجرام لما باجي اعمل مشروع؟ انا قلت لك لو انت شفت في الليسون ده هتلاقي ان انا بستخدم في البروجكت الوورد وبستخدم الايميل وبستخدم البينت عشان لو انا عايزه ادخل ايميجز. Number 32 Microsoft Word allows multiple users around the world to edit the same document online. قال لي بيسمح لي برنامج مايكروسوفت وورد لعدة مستخدمين حول العالم بتحرير نفس المستند عبر الانترنت. طبعا true. Number 33 Paint program is used to edit and save images. قال لي بستخدم برنامج الرسام لتحرير الصور وحفظها. طبعا true. Number 34 Microsoft Word is one of the useful programs for the implementation of a project. قال لي يعتبر مايكروسوفت وورد أحد البرامج المفيدة لتنفيذ المشاريع. طبعا هقول له true. نشوف number 35 Before starting a project it's not necessary for group members to understand their roles in the project. قال لي قبل ما ابدا المشروع مش من الضروري ان اعضاء المجموعه يفهموا ادوارهم في المشروع. طبعا هقول له false. لازم كل واحد يعرف الرول بتاعه. Number 36 email helps you send your work to your teacher and group colleges. قال لي البريد الالكتروني بيساعدك ان انت ترسل العمل بتاعك لمدرسك او زملائك في المجموعه. طبعا true. Number 37 using Excel you can add up a group of cells. قال لي باستخدام برنامج الاكسل ممكن ان انت تجمع مجموعة من الخلايا. طبعا true. Number 38 graphs and charts are a good way to share data. قال لي graphs الرسوم البيانية والتشارت المخططات طريقة كويسة أو جيدة لمشاركة البيانات. طبعا true. Number 39 using Excel you can perform a calculation on a group of cells. قال لي باستخدام برنامج الاكسل ممكن ان انا اعمل عملية حسابية على مجموعة من الخلايا. طبعا true. Number 40 PowerPoint presentation program allow
editing effects to slides. قال لي العرض التقديمي لبرنامج الباوربوينت ممكن ان هو يسمح لي ان انا اضيف تأثيرات على الشرايح. طبعا true. ونشوف مع بعض number 41. The Paint program helps you classify and process information. قال لي بيسمح لي برنامج، هنا قال لي ايه؟ Paint program الرسام، ان انا بيساعدني ان انا اقسم او اعالج المعلومات. طبعا هقول له ايه؟ اصنف او اعالج المعلومات. طبعا هقول له false. ونشوف مع بعض number 42. It's better to add audio content to enhance the text and image on the presentation. سؤال جميل جدا. قال لي ان انا من الافضل ان انا اضيف محتوى صوتي لتحسين النص والصورة في البرزنتيشن او العرض التقديمي. طبعا هقول له true. Number 43. The storyboard helps you to organize your ideas in the right sequence within your presentation. قال لي بتساعدني لوحة العمل على تنظيم الأفكار بالتسلسل الصحيح داخل العرض التقديمي. طبعا هقول له true. Number 44. HTML hypertext markup language is considered a hypertext markup language. قال لي بتعتبر لغة ترميز تشعبي. طبعا true. Number 45. The presentation should contain a huge amount of information. قال لي العرض التقديمي يجب ان هو يحتوي على كمية هائلة من المعلومات. طبعا false. لازم تكون المعلومات مناسبة، ولا كتيرة ولا قليلة. Number 46. Hypertext Markup Language HTML helps you to design a web page. قال لي بتساعدني لغة ترميز النص التشعبي على تصميم صفحة ويب. صح؟ طبعا true. Number 47. The font size within the presentation should be appropriate and easy to read. قال لي يجب ان يكون حجم الخط في العرض التقديمي مناسب وسهل القراية. طبعا true. Number 48. HTML is an abbreviation for hypertext markup language. قال لي يعتبر ال HTML اختصار للغة الترميز التشعبي. ادي hyper H text T markup M language L. ده اختصاره، عشان كده بقول له true. Number 49. When you download a file for a specific program, that file appear in the download folder. السؤال ده كرر تاني. قال لي لما اجي احمل ملف لبرنامج معين، الفايل ده بيظهر لي في مجلد التحميلات. طبعا هقول له true. Number 50. The binary system 01 is used to express numbers on computers. قال لي نظام العد الثنائي في برنامج في الكمبيوتر بيعبر عن الارقام. طبعا هقول له true. Number 51. Microsoft Word allow multiple users around the world to edit the same document through the internet. الأسئلة بتتكرر تاني. قال لي إن أنا عندي برنامج مايكروسوفت وورد بيسمح لمستخدمين متعددين حول العالم إن هم يحرروا نفس المستند في نفس الوقت عبر الإنترنت. طبعا هقول له true. Number 52. Paint program helps you in classifying and processing information. قال لي برنامج الرسام بيساعدني ان انا اصنف واعالج المعلومات. طبعا false. انا بستخدمه علشان اعمل edit للايمجز او اعمل لها save. ونشوف اخر سؤال معايا النهارده. Number 53. HTML is a hypertext markup language. طبعا انا قلت ان HTML دي اختصار Hypertext Markup Language، لغة الترميز التشعبي. طبعا هقول له true. وبكده نكون خلصنا Part 1 الجزء الاول من مراجعة المتميز لمادة الاي سي تي لجريد 5. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.